هلا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ رجعت وياكم اليوم بفيديو جديد، وراح اسوي وياكم اليوم كبسة اللحم. وهنا مثل ما تشوفون غسلت انا عندي تقريبا نص كيلو من اللحم الشرح مال غنم. غسلته وخليته على النار لمدة تقريبا من 25 الى 30 دقيقة، لان تعرفون ان لحم الغنم ما يحب يعني يبقى هواي على النار، بس يستوي مو. وهنا بعد ما تركته مدة 30 دقيقة تقريبا نصف ساعة، راح اطلعه على صفحة اخليه بهذا الماعون، ونسوي وياكم كبسة اللحم. طبعا مكوناتها كل سهلة وما يحتاج لها اي شي صعب. وهنا مثل ما تشوفون طبعا التمن اللي منقعته صار نصف ساعة. وهنا عندي بصل رمته، وهنا عندي بهارات مال كبسة لحم، وهيل مطحون، وفلفل اسود، وثوم مطحون، وكمون. طبعا هذني خاشوقة مال شاي، بس بهارات الكبسة لا، خاشوقة مال اكل، بس يعني ما متروسة هيك، خليت بيها تقريبا نصف يعني عادية. وانتو حسب البهارات اللي ترغبوها اللي تحبونها بالتمن الاحمر. طبعا انا بالتمن الاحمر استخدم بعض الاحيان غير اشياء، بس اليوم لين الكبسة استخدمت بهارات الكبسة. طبعا قطع اللحم تبقى اختيارية، انتو حسب الحجم اللي تردونها. طبعا انا كنت يعني شوي مستعجلة وردها تستوي اكثر يعني سرعة، فسويتها بهذا الحجم، لان كل من يسوي على طريقته اللي هو يحبها والمتعود عليها يعني بالبيت. لان انا الاطفال ما يحبون اللحم يعني بهذا الشكل، ولو ياكلونها لو ما ياكلونها. لان الاطفال ما يحبونها، لا بنتي ولا ابني. بس عندي ابني الثالث ما شاء الله ما يحب اللحم، لكن بأشياء وياكم طبعا كلش يحب اللحم، وما ياكل بالمرقة، ياخذ اللحمات ويروح. بالتمن ايضا الدجاج ياكل اللحم ويروح، ما ياكل وياه اي شيء، واذا ما شاف لحم يعني ما ياكل. وهنا حبايبي بعد ما خليت البصل وحمست وياه شوية اللحم، طبعا خليت البهارات اللي من ساعة شوفتكم اياها، وخليت خشوبتين مال طعام او مال اكل، معجون الطماطة، المعجون العادي هذا مالتنا. وخليتني شوي يتحمصن تطلع هيك الريحة مالت الجدر، وضفت عليه المي مال اللحم. طبعا مي اللحم منذبة، وهذا الشي اختياري ايضا راجع لك اذا ما تحبين تستخدميه. طبعا ما بي اي زفرة اي ريحة ما بي، وطلع الطعم كلش كلش طيب، وشوفوه بالاخير شو راح يصير. طبعا هنا تركته خليته شوية يعني يفور ياخذ النكهة مال الملح اللحم المعجون. المي همينه قلت على مود شوي هم بعد يموع اللحم وياي. وهنا مثل ما تشوفون تركته على مود شوي يرجع يفور عندنا، قلت مدة هيك 5 دقائق الى 10 دقائق. شوفوا اللحم مالتكم لحد ما يستوي. وهنا ضفت الملح، طبعا وراح اتركه مدة من 10 دقائق الى ربع ساعة يفور. طبعا شفتوا ضفت عليه مي تقريبا قلاص واحد، على مود اترك اللحم شوي يغلي وياخذ النكهة مال المعجون الملح والبهارات، واخليه بعد يعني يموع يستوي زايد. وهنا هذا التمن اللي منقعته انا مدة نصف ساعة. طبعا هذا التمن مال الكمية او الحصة، ما استخدمت هند اني، لان قلت خلي اسويه بابسط طريقة وبالتمن المتوفر عندنا. ومثل ما تشوفون هنا طبعا التمن الاحمر ضروري نظل يمه نباوع عليه، لان مو مثل التمن الابيض التركينه لحد ما تطلع الفقاعات. نص النار عليه ونخلي المهدارة، ونغطيه باي كيس او سفرة نظيفة عندك، طبعا راح تخليها عليه وتهدرينه مباشرة يستوي. بينما التمن الاحمر لازم نبقى عيننا عليه ونحركه بصورة مستمرة، يعني ما نوخر من الطباخ، عيننا عليه نبقى، لأن يلزق بالجدر يحترق يعني من جوا. ومثل ما تشوفون هنا بعد ما نشف المي مالته طبعا نصيت النار، وخليت هذا الكيس. طبعا هذا الأكياس عندي نظيفة جديدة، من أريد أهدر التمن أخليه. وراح أتركه مدة من 20 إلى 25 دقيقة، لأن قلنا التمن الأحمر يختلف عن التمن الأبيض.
وإذا شفتوا بهذه الحالة التمن بعد ما مستوي، يعني حبايته ما مستوية، تقدرين تخلين مي، يعني كوب ربع نص يعني بمي، وضيفين شوي شوي لحد ما تشوفين الحباية مالته استوت، لأن التمن الأحمر يحب شوي يعني وقت تهدير. وهذا هنا شوفوا شلون مستوي تماما، وشوي شفت هيك شلون عباكه لما عجن مكلكل. طبعا احنا نحبه هيجي بس لأن حار بعده. طبعا بعد ما حركنا الجدر وقلبنا التمن مثل ما تشوفون، راح اخلي القبق عليه، اطفي النار واخلي القبق شوي مفتوح على مود البخار يطلع. وهنا كملت ويانا الطبخة. وإذا وصلت لي هنا حبايبي، إذا ما كنتم مشتركين بالقناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس وخلوا لي لايك وتعليق حلو. وأنا آسفة على هاي الأصوات، طبعا هذا ابني الصغير دا أسوي بالفيديو، وكل ساعة يروح ويجي ماما وماما يلقى العنية. وهنا بعد ما خلصنا طبعا خليت شوي البخار طلع يعني من الجدر. احنا مثل ما تشوفون شلون مستوي. طبعا الطعم مالته كلش طيب، واطفال طبعا ما يحبون اللحم اليوم اكلوه. الطعم مالته طلع كلش طيب، قلت مثل ما سولفت وياكم. طبعا نشوف اللحم هنا شلون ذايب متفتت، اقعد يعني ما مستوي. ولهنا حبايبي نكون وصلنا وياكم لنهاية الفيديو. يا رب يسهمنا وسهمكم ألف عافية. انتظروني بفيديوهات جديدة، وكتبوا لي بالتعليقات شنو تحبون أسوي لكم بالفيديو الجاي. على مود يصير عندي مثل هيك شلون التحفيز، أريدكم يعني تشجعوني تحفزوني تخلوا لي لايكات. يعني قاعدة أشوف مشاهدات هواي بس ماكو لايكات، ماكو تعليق. فأتمنى منكم تخلوا لي تعليقات حلوة. وشكرا ان كل شخص يكتب لي تعليق ويخلي لي لايك، وكتبوا لي شنو اسوي لكم بالفيديو الجاي. ولهنا حبايبي خلصنا، وشوفوا الشكل مالته. انتو احجوا، طبعا انا ما راح احكي، عيونكم السولف. وسهمنا وسهمكم الف 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 عافية.